سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. تمكن مدرس مساعد في مدرسة إعدادية بالعاصمة العراقية بغداد من ابتكار نظام جديد لتشغيل السيارة بالماء بدلاً من وقود البنزين التقليدي، مما سيساهم في الحفاظ على البيئة ويوفر النفقات. وفي صفحتها الرسمية على الفيسبوك قالت وزارة التربية العراقية إن العراقي جعفر جواد جاسم حصل على براءة اختراع لسيارة تعمل بالماء، إذ استطاع تطوير منظومة جهاز هيدروجين تعمل على تحويل الماء الذي يقوم بتشغيل السيارة إلى هيدروجين صديق للبيئة. وقد نقل موقع من بغداد عن المخترع قوله إنه مع النظام الجديد سيكون محرك السيارة المائي ذا كفاءة عالية في الاحتراق، وسيزيد عمره بنسبة 100%. وبحسب المخترع فإن هذا النظام يتميز بزيادة سرعة المحرك إلى الضعف، وبدلاً من تحول عملية الاحتراق إلى دخان مضر بالصحة يتحول إلى بخار ماء صديق للبيئة. كما سيساهم في تخفيض استهلاك زيت السيارة وتقليل الاحتراق في محرك المركبة. وأشاد وزير التربية محمد إقبال الصيدلي في بيان لمكتبه الإعلامي بالبراعة العلمية الوطنية التي مثلتها هذه المبادرة المتميزة، مؤكداً دعمه المستمر للطاقات العلمية وتنمية براءات الاختراع لدى الطلبة والمدرسين. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.